مع هذه الصور المباشرة التي تصلنا من منطقة ماسبيرو. هي صور للعربية من منطقة ماسبيرو، هي منطقة طبعا في وسط العاصمة المصرية، ويظهر فيها اشتباكات تحصل الآن بين مجموعات من المواطنين الأقباط. كانت الأخبار أشارت إلى أن هناك اشتباكات حصلت بين الأقباط المتظاهرين في منطقة ماسبيرو، وهي طبعا منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في مصر، وبين رجال الأمن. كانت هناك تقارير تحدثت عن استخدام أسلحة، لم يتم التأكد من هذه الأسلحة إن كانت غازات مسيلة للدموع أم رصاص، ولكن طبعا نحن نحاول أن نقف على صورة الموقف مع هذه الصور المباشرة إذن التي تأتي الآن. يعني في الصورة يظهر بأن هناك مواجهات بين مجموعات من المواطنين أنفسهم. لا نفهم حقيقة ما يجري الآن، ولكن هذا المشهد إلى حد ما تكرر في الفترات الماضية، خاصة مع الإخوة الأقباط في مصر الذين كانت لهم أكثر من تظاهرة وأكثر من اعتصام تحديدا في مناطق ماسبيرو، وذلك في تحركات أتت احتجاجا على أحداث تحمل طابعا طائفيا اندلعت في مناطق مختلفة تتعلق بمراكز عبادة بشكل أساسي. وتظاهرة اليوم تأتي ضمن نفس السياق بعد ما تم الحديث عنه من اعتداء على كنيستين للأقباط في مناطق مصرية. إذن الصورة مباشرة الآن، الصورة هي صورة العربية من منطقة ماسبيرو في وسط العاصمة المصرية، والتي تعكس بشكل أساسي طبعا هذه الاشتباكات. يبدو بأن فعلا لحظات متوترة جدا. هنا نرى رجال الأمن موجودين في الشارع، ويعني نشاهد الآن جندي من الجيش يطلق رصاصا في الهواء. يبدو بأن هناك محاولات لتفرقة المتظاهرين. من الواضح بأنه في مجموعات أمنية موجودة، يبدو بأن الجيش وليست قوى أمن شرطة يعني أو أمن مركزي. على كل نتابع سويا هذه المشاهد. حقيقة مشاهد تعكس جو متوتر تعيشه العاصمة المصرية في هذه اللحظات، ويبدو بأنه إلى حد ما تم يعني تفرقت المجموعات المتظاهرة، ولكن من الواضح بأنه في نوع من أعمال انتقامية تحصل. يعني لا نريد أن نعطيها أي تسمية أخرى الآن لأنها ليست واضحة، ولكن نشاهد العصي ونشاهد يعني الذين يحملون هذه العصي يعتدون على سيارات، على الأرجح هي سيارات عسكرية تابعة للجيش. الموضوع يبدو بأنه أخذ بعدا مختلفا في هذه الأثناء. نحن ننقل هذه الصور إليكم، ونحن نحاول أن نتحدث إلى مراسليننا في القاهرة وإلى مصادر مصرية يمكن أن تعطينا صورة أوضح عن ما يجري، عن خلفيته، لماذا وصل إلى هذا الحد. هنا نشاهد النار وقد أضرمت في لا أدري إن كان مكب نفايات هذا الذي أضرمت فيه النار، أو ويعني هناك يعني تفسيرات مختلفة لهذه النيران التي نشاهدها أو لهذه الاعتداءات. إذن نتابع معكم هذه الصور المباشرة من العاصمة المصرية. كما أفهم من الصورة على ما يبدو بأنه القوى الأمنية تتجمع في مكان، وفي مكان مقابل موجودة هذه التظاهرة، والمناوشات بين الطرفين تحصل في المنتصف. يعني من الواضح بأنه هذا التوتر مستمر. لا يبدو بأنه الأمور هدأت منذ حوالي ربع ساعة، ونحن وصلتنا الأخبار عن هذه المواجهات عندما احتدمت طبعا، وهي مستمرة، ومن الواضح بأنها مستمرة بغضب. نعم. إذن طبعا كما ذكرنا هذه الأحداث هي ليست الأولى، تأتي على خلفية أحداث كثيرة مشابهة. كان آخرها الأسبوع الماضي، إذ كانت الشرطة العسكرية والشرطة المدنية فضت بالقوة الأربعاء اعتصاما نظمه الأقباط أنفسهم أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف طبعا بمبنى ماسبيرو، والذي يطل على نهر النيل في القاهرة. وكان في حينها أخبار عن إصابة 15 معتصما في هذه التظاهرات والمواجهات.
آلاف الأقباط شاركوا في مسيرة في القاهرة احتجاجا على ما قالوا إنه هدم كنيسة أو إنها كنيسة في قرية في محافظة أسوان في أقصى جنوب القاهرة تم الاعتداء عليها. المسيرة بدأت من حي شبرا الشهير شمال القاهرة والذي توجد فيه كثافة عددية للأقباط، وانتهت كما نشاهد أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث قال المنظمون إنهم بدأوا اعتصاما أمام ماسبيرو ثم أغلقوا طريق الكورنيش الذي يطل عليه المبنى لحين الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها